السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية فراخ بالكوسة، لأن احنا طول عمرنا بقى بنعملها بالبطاطس. النهاردة هنعمل صينية الفراخ بالكوسة، بس حاجة كده ايه جمدان. يلا بينا نشوف مع بعض الفيديو بتاعنا. في الأول خالص الفراخ بتاعتك سواء صدور أو فراخ كاملة أو وراك، هتبدأي تجيبيه حبة دقيق وشوية ملح وليمون، ما بحطش خل علشان ما يثبتش الزفارة معايا. وبنضفها وتشيلي أي حاجة كده اللي هي بتبقى عاملة زي الدهون كده او حاجه كده بتبقى شفافه، لازم تشيليها. معانا ملح بكمون، ومعايا كزبره، نوعين من بهارات الفراخ او لو عندك نوع واحد شغال. تمام. ومعايا فلفل اسود، ومعايا رشه حبهان، وربع معلقه كده من البابريكا. تمام. لو مش متوفر عندك كل ده، هما شوية كزبرة على شوية فلفل اسود على حبة كمون صغيرة، وتعملي احلى صينية فراخ. عندي هنا طبعا اللي هو في الكبة ده التوم، تمام، مع فلفل اخضر حراق بقى او بارد اللي انت تحبيه. هبدأ كده فرمت شوية بصل زي ما انتم شايفين، بصلتين كده، تمام. وهبدأ اضيفهم على الفراخ، وهنزل بالثوم مع الفلفل الاخضر مدقوقين مع بعض. لو عندك هريسة ضيفي معلقة، دي تعتبر هريسة بس بالفلفل الاخضر. تمام. البهارات زي ما قلنا، كان عندي بهارات فراخ، عندك 7 بهارات ضيفي، عندك فلفل اسود، وعندك كمون، رشة كمون، وشوية كزبرة ناشفة، وكمان حبة بابريكا. تمام. تبداي اهم حاجة في الموضوع ان انت تدعكي البصل مع البهارات مع التوم، حوالي 3 4 فصوص من التوم، وفلفليتين كده ايه من الفلفل الاخضر. تمام. الكوسة زي ما انت شفتي كده انا بقشرها وبجرحها كده، بتدي شكل حلو. تمام. بقطعها زي ما انت شايفة كده يعني توربيها شوية، عايزة تعمليها دواير. تمام. وكنت مخلية كده معلقتين من البصل. تمام. هبدأ احطهم على الكوسة، وهبدأ كده هدي رشة ملح. طبعا انا ضفت ملح في الاول مع البهارات، حطيت حوالي نص معلقة. بس طبعا الكوسة يعني ايه بتبقى محتاجة سنة ملح شوية، فضفت لها كده حوالي ايه ربع معلقه تاني كده او نص معلقه، لان الفراخ طبعا الملح اللي احنا ضفناه الاول بتاع الفراخ هينزل على الكوسه، بس انا حبيت اضيف كده ايه شويه تاني. يعني الاجمالي بتاع الملح مثلا معلقه ملح كده. وهتبداي بقى حطينا الفراخ زي ما انتم شايفين كده. تمام. وهبدأ كده عصير الطماطم بتاعنا. لو عندك الطماطم غالية خلاص هاتي باكو صلصة، تمام، او معلقتين من الصلصة كده، ودوبيهم في شوية مية وانزلي بيهم على الصينية بتاعتك. لكن هي طبعا الطماطم الفريش بتديها طعم احلى. ربنا يا رب كده ييسر الامور والدنيا تظبط معانا. وحطيت معلقة سمنة، عايزة تضيفي معلقة زيت مفيش مشكلة، المتوفر عندك ضيفيه. حلو الكلام. عايزه اقول لك ان هو بالزيت كمان هتبقى اطعم. لسعت مني شويه يا جدعان كده، بس ايه بس كان طعمها جميل جدا. تعملي بقى جنبها شويه رز بشعريه، شويه رز اللي هو رز نص ونص، اللي هو حبه اصفر وحبه ابيض كده، حبه وحبه. تمام زي ما انتم شايفين كده. معاهم طبق سلطة. لو طبعا الفيديو ده كان قبل الطماطم ما ترفع الرفعة الجميلة اللي احنا فيها دي، عشان ما حدش يقولي عاملة سلطة وعاملة ده، لا والله كان قبل الفيديو ده من فترة. حلو الكلام. هنبدأ بقى كده. بصي والله طعمها جميل جدا، جامدة جامدة يعني. اتمنى بقى لو انتي شفتي الفيديو معايا ما تنسيش تعملي لايك جميل منك، وانزلي كده صلي على النبي في التعليقات وقولي لي الوصفات بتاعتنا بتوصلكم وبتعجبكم ولا ايه النظام. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.